العراقي محمد شياع سوداني من أنقرة. إلى قرابة 18 مليار دولار. نحن نمتلك إمكانيات وطاقات ككلا الدولتين تؤهلنا إلى رفع حجم التبادل التجاري بين كلا الدولتين. كما تم التركيز أيضا على مشروع طريق التنمية بين كلا الدولتين وكيفية الإسراع في مشروع طريق التنمية، بالإضافة إلى التعاون المشترك لجميع الدول المشاركة في هذا المشروع. ومن هذا المنبر أيضا نقوم بدعوة جميع الدول من أجل المشاركة في هذا المشروع، مشروع البنية التحتية لطريق التنمية الرابط بين هذه الدول. كما أيضا تم التركيز أيضا على إدخال جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سواء في بغداد أو في أنقرة أيضا إلى حيز العمل، والتركيز أيضا على نقل البترول والغاز العراقي عبر الحدود التركية إلى الدول الأخرى أيضا. كما تم التركيز أيضا على العمل المشترك من أجل مشاريع البنية التحتية في دولة العراق، بالإضافة إلى أيضا تبادل وجهات النظر من أجل تطوير وتنمية العلاقات على جميع الصعود التعليمية والصحية وغيرها من الصعود الأخرى. السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، نحن مسرورون وسعيدون بوجهة النظر العراقية نحو العديد من القضايا، في مقدمتها القضية السورية وتحقيق الأمن في سوريا. نحن نؤمن ونتفق مع وجهة النظر العراقية في هذا المجال، وأبدينا مساعدتنا الكاملة والتامة مع دولة العراق في هذا المجال للتطوير وتنمية المشاريع وإعادة الاستقرار في سوريا أيضا. السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، إنما تقوم به إسرائيل بتحويل المنطقة إلى آبار ومستنقعات من الدماء بما تفعله في فلسطين وفي غزة، والمستقبل سيكون أروع وأفظع مما نشاهده الآن على شاشات التلفزة. وأعتقد بأن ما خفي من أحلام إسرائيل هي أعظم بكثير، لأنها تخطط إلى استخدام أسلحة أخرى وتريد أن تقوم بإخراج هذه المنطقة لتتحول إلى منطقة مدمرة على جميع الصعد. ونحن نريد من جميع دول العالم أيضا ممارسة ضغوطات على إسرائيل للكف عن هذه الممارسات ضد الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الشعب في غزة. السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، يوم أمس كان لي اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني. إذا مشاهدينا، كان هذا مؤتمرا صحفيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من أنقرة.